أنا مقدم لابني لم شمل في 2016 والولد الآن في ناشونال فيزا سنتر من شهر مارس 2025. بما إن حضرتك على حسب فهمي للسؤال مواطن أمريكي وابنك غير متزوج وفوق 21 سنة، فهو ضمن أولوية الانتظار نقل الملف للناشونال فيزا سنتر. ده خطوة طبيعية جدا ومش معناها إنه في موعد قريب هيتفتح. حسب آخر نشرات الهجرة اللي هي الفيزا بوليتن، فئة الاف 1 دي مازال عليها تراكم كبير وتأخير ملحوظ في المواعيد. سنة التقديم 2016 ده كويس، لكن القرار النهائي بيبقى مرتبط بالفيزا بوليتن وبتحريك التواريخ دي. علشان كده يفضل ان حضرتك تتابع طبعا الفيزا بوليتن دي كل شهر. اعتقد هم دلوقتي شغالين في 2016، يعني لازم ورقكم كله يكون جاهز ومفيش اي تأخير يحصل في اي تغيير اجتماعي زواج او ما الى ذلك، لان اي حاجة ممكن تحصل ممكن تخرج الملف بالكامل من الفئة بتاعته دي. برضو تأخير الناشونال فيزا سنتر او الان في سي احيانا بيكون اداري مش معناه رفض، بيحتاج متابعة دقيقة ومستمرة. أنصحك طبعا ما تتحركش بأي خطوة غير محسوبة، لأن أي غلطة ممكن تزود الانتظار لسنين طويلة. أتمنى أكون فدتك بالإجابة. لو حضرتك محتاج شرح بشكل أعمق تقدر تحجز مكالمة من اللينك الموجود في أول تعليق، وأنا أكيد يشرفني أن أرد على كل أسئلتك واستفساراتك.